يلا تعالوا معايا هنعمل معاكم النهارده الجبنه الكيري او الجبنه السايحه. المقادير عندنا نص كيلو حليب، معاهم علبه قشطه، يعني 50 جرام قشطه، علبه قشطه صغيره 50 جرام. معانا كمان 100 جرام جبنه صفراء تكون مبشوره، نوع يكون نوع كويس. ماشي. ملح، معلقه ملح، معلقتين دقيق، ومعلقه على فكره حوالي 20 جرام زبده. حطيت قدر على النار احط فيه الزبده، وهفضل اقلب فيه لغايه ما تسيح معايا. بعد ما تسيح، هي قربت تسيح اهي، هنفضل نقلب فيها كده لغايه ما تسيح. بعد ما تسيح هنزل عليها معلقتين الدقيق، وافضل اقلب فيها كده لغايه ما تديلي لون المستكه، لون اصفر هادي خالص. يلا اهو بصوا، انا افضل اقلب فيها كده، ولازم ايديكي تكون سريعه فيها كده زي ما انتوا شايفين. هي لازم تتعمل كلها بسرعه بسرعه كانك بتخفقي. في الوقت ده بقى هنزل عليها نص كيلو الحليب، واتن برضو اقلب 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 فيها لغاية ما الحليب معايا يبدأ ينسجم معاها مع الزبدة والدقيق اللي تحت اللي احنا حمصناه. قلبي تقليب كويس جدا. هنبدأ ننزل بقى كده بالملح، حطينا معلقتين صغيرين خالص. وبعدين هنحط علبة القشطة ال50 جرام. علبة القشطة دي صغيرة، ممكن في الصورة تكون باينة كبيرة، لكن هي 50 جرام. حطيتيها كده ليه بقى؟ عشان تعلي تخلي اللبن دسم، ده المقصود بيه. هي الجبنة السايحة أو الجبنة الكيري لازم تكون الحليب بتاعها كامل الدسم. هنا عندنا في السعودية الحليب تحسيه خفيف شوية. تفضلي بقى تقلبي فيها لغاية ما تبدأ تتقل معاكي كده وتبقى كريمي. أول ما تتقل نوريها لكم اهي، بقربها وارجعها تاني. لازم تبقى ايه القوام بتاعها كريمي شوية، انك تقلبي كده، ما تسيبيش ابدا التقليب، وبسرعة زي ما انتوا شايفين. تفضلي كده تقلبي لغاية ما تنسجم معاكي وتديكي القوام اللي انت محتاجاه. وانت بتقلبي تنزلي كده من على الجدار، ودي اهم حاجة. لازم كده المعلقة السيليكون على طول تمسحي كده وتمسحي كده، تمسحي كده وتمسحي كده، وتفضلي تقلبي كده بسرعة. بصوا بدأ يتقل معايا اهو، عشان كده انا عمالة اقلب بسرعة بسرعة. تخفقي كده بسرعة بسرعة وتقلبي، تخفقي بسرعة بسرعة وتقلبي. انا عايزة اوريكم القوام بتاعها. في الوقت ده ايه، لما تبدأ تتقل كده بنبدأ بقى ننزل عليها اللي هم ايه، ال100 جرام جبنة صفراء مبشورة. هتفضلي برضو تقلبي. بصوا ما شاء الله، تبقى سايحة بشاميل، تبقى عاملة زي البشاميل الكريمي، مش تقيل قوي. انت كده انت بتسوي دي، كل دي عملية تسوية. احنا بنسوي تسوية كويسة عشان خاطر مهما قعدت عندك تفضل محفوظة مدة كبيرة. تبدأي بقى تنزلي ال100 جرام جبنة صفراء وتقلبي، تنزلي شوية شوية وتقلبي لغاية ما تسيح معاكي وكلها تندمج مع بعضها. تقليب بقى هنا عايز يبقى عندك صبر لغاية الجبنة دي ما تسيح. قلبي بقى بسرعة كده، بسرعة رهيبة كده قلبي، ايدك على طول فيها ما تسيبهاش ابدا. دي عملية النجاح بتاعتها. جيت انا هنا بقى حطيت فيها، الحتة دي انقطعت معلش، حطيت فيها ايه، حبة زعفران صغيرين. انا عايزة اللون بتاعها يبقى مصفر كده، عشان لما ياكلوها مع البطاطس تبقى زي الجاهزة اللي تبقى بره. انتي عايزة تخليها فاتحة خليها، بس انا عيالي بيحبوها مصفرة كده، فبحط فيها ايه، شعرة زعفران او بودرة الزعفران متوفر عندك حطيه. بصوا كده اهي، بسم الله ما شاء الله خلصت. بصوا بقى السمك بتاعها جميلة جدا ورهيبة.